كنت قاعد بتفرج على مسلسل على التلفزيون. الساعة تقريبا كانت 10 بالليل، وانا بتفرج حسيت ان عيني بدأت تتقل لان اليوم ده كنت تعبان جدا. فضلت اقاوم النوم لحد ما في النهاية غلبني ونمت. صحيت فجأة على صوت خبط على الباب. صوت الخبط صحاني مفزوع. قمت وقلت ممكن يكون صوت حيوان او كائن بري. عادي، دي حاجة ممكن تحصل. وما ركزتش كتير ورجعت نمت مرة تانية، لحد ما فجأة سمعت صوت خبطة قوية. صحيت من النوم مفزوع. قمت بسرعة. الصوت كان جاي من المطبخ. قمت من على الكنبة واتحركت ناحية المطبخ. لما وصلت ولعت النور بس ما كانش فيه أي حاجة. شيكت على الباب الخلفي بس برضه ما كانش فيه حاجة. بدأت أرتاح شوية برغم من إني كنت قلقان من الصوت اللي سمعته. معرفتكوش عن نفسي. أنا طالب جامعي وبقضي الصيف ده في البيت مع أهلي اللي موجود في إحدى المناطق الريفية. بس الليلة دي ما كانوش موجودين معايا في البيت لأن كان عندهم شغل وكانوا هيتأخروا برا، وأنا كنت لوحدي في البيت. الساعة كانت تقريبا 10:30 لما لقيت حد بيخبط على الباب. في البداية استغربت إن حد بيخبط على الباب في الوقت زي ده. افتكرت إنه ممكن يكون ساعي بريد مثلا أو إحدى البائعين المتجولين. قلت أو ممكن يكون صاحبي اللي كان ناوي يجيلي الليلة دي ويقضيها معايا، بس قال إنه تعبان فيمكن غير رأيه وحب يجي يقضي معايا اليوم من غير ما يقولي. قررت أروح أفتح وأقول للي بره أيا كان هو مين إني مش محتاج حاجة، لأني محتاج أقعد لوحدي، مش محتاج حد يقطع عليا خلوتي، إلا طبعا لو كان صاحبي. كنت متوتر شوية. كان في عصاية موجودة جنبي مسكتها على إنها سلاح أدافع بيه عن نفسي في حالة إن حصل أي خطر، لان بصراحة مش طبيعي ابدا ان حد يجي لي في وقت زي ده، وخصوصا اننا موجودين في منطقة ريفية. مسكت العصاية واتحركت ناحية الباب، بس لما وصلت شفت من خلال فتحة الباب رجلين رفيعين جدا ولابسين نعل او شبشب في رجليهم. النعل اللي في رجليهم كان متهالك. افتكرت في البداية انها ممكن تكون بنت متسولة او جاية عايزة حاجة من بيت تاني غير البيت اللي انا ساكن فيه، لان اغلب البيوت في القرية شبه بعض. بس قلت ممكن تكون اتلخبطت وجاية أصلا لبيت تاني. فكرت في كل ده وأنا واقف مكاني. حطيت العصاية على الأرض وقلت علشان ما تخوفش أيا كان اللي موجود برا. وقفت جنب الباب، وقبل ما افتح سمعت صوت همس، صوت همس ضعيف جاي من الناحية التانية من الباب. بس الكلام ما كانش واضح. قلت انهم ممكن يكونوا اتنين مش شخص واحد. مديت ايدي علشان افتح الباب. ايدي وقفت معلقة في الهوا في نص الطريق للباب لاني كنت متردد جدا ان افتحه. استنيت كذا ثانية لحد صوت الهمس اللي بره ما اختفى. اخدت نفس عميق وفتحت الباب. شفت بنتين واقفين. أول حاجة لفتت نظري هو اللبس المتهالك اللي كانوا لابسينه. رفعت عيني وركزت مع البنت اللي كانت واقفة. كانت بترتجف أكنها مريضة. شعرها أسود مش مرتب، ولابسة هودي وشورت صغير. طولها كان حوالي 160 سنتي، وشكلها تقريبا 13 سنة. كانت واقفة مستقيمة وبتبص لقدام. ما كانش باين ملامح وشها بالظبط في الضلمة، بس كان في حاجة غريبة في وقفتها. رقبتها كانت مميلة للشمال. وقبل ما اتكلم شفت بنت تانية واقفة وراها. كانت أصغر منها حوالي 9 سنين، لابسة برضه هودي متهالك وبنطلون أسود وجزمة مطر، وشعرها أسود طويل. لكن ما كانتش بنفس سلوك أختها. فضلت باصص ليهم من غير ولا كلمة لحد ما حاولت أكسر الصمت وسألتهم أقدر أساعدكم إزاي؟ ده بصوت هادي كأني بتكلم مع أولاد صغيرين، وبرضه كان جوايا خوف مازال مسيطر عليا. البنت الصغيرة ردت: من فضلك احنا بردانين وعايزين نستخدم التليفون. صوتها كان غريب، كأنها مش هي اللي بتقول الكلام ده. كانت بتتكلم كلام مرتب بس بطريقة مش طبيعية أبدا. صوتها مش صوت بنت عندها 9 سنين، صوتها كان أكبر بكتير. كنت مستغرب ليه هي اللي بتتكلم مش أختها الكبيرة. هل الأخت الكبيرة كانت خجولة مثلا، ولا مصابة بإعاقة ذهنية؟ ما كنتش فاهم، وحتى طلبها كان غريب بالنسبة لي.
إنها محتاجة تستخدم التليفون. قلت لها بصعوبة مش فاهم قصدكم إيه، انتوا تايهين أو حاجة؟ بس مفيش رد منهم، فضلوا واقفين ساكتين، كانوا باصين ناحيتي من غير ولا حركة ولا حتى ما ينطقوا بكلمة واحدة. لحد اللحظة دي أنا ما كنتش شايف ملامح وشهم بوضوح. بعد ثواني ردت البنت الصغيرة بنفس النبرة الغريبة: من فضلك احنا لوحدنا وتايهين ومحتاجين نتواصل مع اهلنا، خلينا ادخل. بصراحة كنت خايف ومحتار في نفس الوقت، لكن قلت آسف مش هقدر أخليكم تدخلوا، هجيب التليفون واتصل لكم وانتوا واقفين هنا. بصراحة ما كنتش عايز أسيب البنات دول بره لوحدهم، بس حسيت بحاجة غريبة من ناحيتهم، حسيت بحاجة بتقولي اوعى تخلوهم يدخلوا البيت. كنت خايف. البنات وقفوا ساكتين مش بيردوا. فجأة البنت الكبيرة غيرت تعبير وشها بالكامل. شفت قبضة ايديها بترتعش كأنها بتتألم، ابتسمت ابتسامة مريبة ظهرت فيها أسنانها، واللي ما كانتش طبيعية أبدا، أسنان تشبه أسنان الحيوانات المفترسة. الدم اتجمد في عروقي، بدأت أعرق من كتر الخوف. البنت الصغيرة لاحظت خوفي واتحركت ودخلت خطوات بسيطة جوه البيت. الخطوات دي بينت ملامح وشها كان شاحب شبه الموتى، ملامحها كأنها امرأة عجوز، عينيها سودة تماما ما فيهاش البياض اللي بيكون موجود عندنا. قربت وفضلت مركزة معايا، واختها كانت مبتسمة نفس الابتسامة المريبة. حسيت بغثيان وما كنتش قادر اتنفس، كنت متجمد مش قادر اصرخ ولا حتى اتحرك. بعد ثواني اخيرا صوتي طلع، صرخت من الخوف وبسرعة اتحركت وقفلت الباب. وقفت ورا الباب وانا برتجف وبعيط. كنت عايز الموبايل بس افتكرت اني سبته في الأوضة اللي في الدور التاني، وكان مازال صوت التلفزيون شغال، كنت سامعه بوضوح، بس الصوت كان نفسه غريب كأنها لغة تانية. ما كنتش عارف ده حقيقي ولا ده بسبب الخوف اللي كنت فيه، الخوف اللي نساني حتى الكلام. كنت لازم اتصل بالشرطة لأن البنتين دول لو دخلوا هتكون نهايتي أكيد. صرخت بأعلى صوتي: امشوا من هنا! وكنت بضرب على الباب بقوة علشان أخوفهم. سمعت أصوات غريبة ورا الباب، أصواتهم اتحولت تشبه أصوات الحيوانات أكنهم وحوش، ما كانش صوت أطفال أبدا. كنت خايف إن أتحرك من مكاني، خايف لو اتحركت يقدروا يدخلوا البيت. كنت شايف رجليهم من الفتحة اللي موجودة في الباب وعرفت انهم لسه موجودين. الاصوات زادت، مسكت العصاية وبدأت تضرب بكل قوتي على الباب لدرجة اني كنت هكسره علشان اخوفهم ويبعدوا عن البيت. بس كنت سامع اصوات غريبة وصرخات مرعبة جاية من البنتين. لحد النهاردة الصرخات دي بتطاردني في احلامي. سمعت صوت من ورا الباب بيقول: احنا بس عايزين نتصل بأمنا، احنا عايزين نتصل بأمنا، احنا عايزين نتصل بأمنا، احنا عايزين نتصل بأمنا. فضلت تقول الكلمة دي بنغمة متكررة، وكانت البنت الصغيرة بتكرر الكلام بسرعة ورا بعضه: خلينا ندخل، خلينا ندخل، خلينا ندخل. الأصوات زادت، فضلت أصرخ عليهم إنهم يمشوا من هنا. كنت عايز الكابوس ده ينتهي في أسرع وقت. ما كنتش عارف إزاي كل ده والجيران ما صحوش أو سمعوا صرخاتي. حسيت وقتها إن خلاص هتكون نهايتي. وفي وسط كل ده فجأة الأصوات اختفت. بصيت من الفتحة اللي في الباب، ما شفتش البنتين، عرفت إنهم مشوا. جريت بسرعة، بصيت من الشباك وشفت البنت الكبيرة بتجري بسرعة خارقة، مش سرعة إنسان أبدا. كانت ماشية ورا أختها الصغيرة اللي كانت بتجري بنفس السرعة. وفي النهاية وقفوا على نهاية الشارع، والبنت الكبيرة وقفت جنبها. كانوا بيبصوا أكنهم مستنيين حاجة، لحد ما فجأة ظهر شيء كبير وطويل، أطرافه طويلة ونفس ملامح البنتين، عيون سودة تماما وشعر أبيض طويل. وبعدها وقفوا كلهم وبصوا ناحيتي. بعدها بلحظات اختفوا. الليلة دي ما طلعتش برا البيت،
فضلت قافل البيت عليا وانا قاعد على الكنبة برتجف. ما قدرتش انام لحد ما ابويا وامي رجعوا. حكيت لهم على اللي حصل بس محدش صدقني، كانوا بيقولوا اني مجنون او كنت بحلم. بس انا عارف ان دي حقيقة، وعارف ان كل ده حصل معايا. وعرفت بعد كده ان اللي شفتهم دول اسمهم بلاك اي كيدز، او اطفال العيون السوداء. بصراحة ما بقتش اقعد في البيت ده لوحدي ابدا بعد الليلة دي، لان الليلة دي كانت هتنهي حياتي.